السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم صينية بطاطس في الفرن باللحمة. مجهزة انا الحاجة ومقطعاها، مقطعة بصلة هحطها الأول في الصينية، رشيت عليها ملح، حطيت التوابل فلفل اسود وكزبرة وبهارات ولورا مطحونة ومكعب مرق، هدعك بيهم البصلة. بيبقى أجمل لما تيجي تعملي أكل ني في ني، تدعكي بقى البصلة بالتوابل، بتبقى أجمل. بعد كده أحط لها معلقة صغيرة توم مفروم، معلقتين كبار صلصة، مقطعة نص كيلو قوطة مكعبات، أو ممكن تضربيه في الخلاط يعني، بس أنا بغير يعني تغيير يعني. قلبتهم طبعا، حطيت لها شوربة عشان ما فيش مواد سايلة، فحطيت شوربة. ما فيش شوربة احط شوية مية. مقطعنا ده كيلو بطاطس مقطعة مكعبات، برضو تغيير يعني. عايزة تعمليها حلقات عادي، فانا مغيرة المرة دي يعني. قلبتها اهي وسويتها، زودت شوية شوربة كمان. احط بقى معلقة سمنة، معلقة كبيرة سمنة اهي، واحطها بقى علها على النار تستوي. حطيتها بقى على النار اهي، هغطيها بقى وعلي عليها تاخد غلوة. اول ما تاخد غلوة اهي اوطي عليها بقى واسيبها براحتها تستوي بقى. هنا كان خلاص البطاطس استوت. انا كنت عاملة لحمة، هحط بقى اللحمة على وشها كده قبل ما ادخلها الفرن، تاخد وش معاها يعني. بتبقى جميلة اوي اللحمة لما تبقى على وش البطاطس كده وتدخلوهم مع بعض الفرن، تبقى طعم اللحمة جميلة اوي. طبعا انا يعني بعوزها من الصلصة بتاعت البطاطس. بس دخليها بقى في الفرن وافتحيها من تحت ومن فوق، افتحي عليها من تحت ومن فوق، تاخد وش بسيط كده، ما تغمقش قوي. وبألف هنا وشفا.